شباب خلينا نروح الباب الشرقي سوية، بس وين؟ بفنلندا. يلا تعالوا شوف هاي العالم استوهم نزلوا من القطار متوجهين كل من الطريقة لعمله لبيته. الجو اليوم سينمائي، جاي تشوفون الضباب، جاي تشوفون الألوان الخالهن المشتغلهن سينمائية على آخر. يلا امشي. تشوفون هنا القطارات كلها عليها إعلانات. هاي مثلا الإعلان مال مول اسمه تريبلا. واليوم صاير زلقان على آخر، بحد شنو الثلج كلية عبارة صاير على مي ومخبوط وخفيف يعني ملوص. طبعا الفنلنديين بصورة عامة من عشاق القهوة. شباب من مضيع طير زاجل، هذا واصل لفنلندا، تعالوا خذوه. هسه بالمحطة مال القطار وشفت معرض مصغر مال صور خاليه بهذا المكان، يعني معرض مؤقت بالمحطة مال القطار. طبعا جيت وشفت هذول مال أصدقائي المصورين مال الشارع في فنلندا. تعالوا خلينا نشوف الصور سوية وتفاصيل المعرض. خلي لك شرح عام وليش هذا المعرض موجود بهذا المكان. هاي اللقطة خرافية على آخر شباب، شوفوا الدخان مال القطار القديم. هاي اللقطة من المحطة اللي أنا كنت بيها، أسود وأبيض، لقطة كلش حلوة. وهاي لقطة كلش حلوة همين. طبعا هم يتبعون الضوء حتى يسوون تباين بالصور، وهاي ألوانها كلش حلوة. حبايب مثل ما جاي تشوفون العالم جاي تطلع على الصور، جاي يباعون عليهم بصورة كلش حلوة، ماخذين وقتهم يستمتعون بوقتهم. وهذا الغراب متنقي الصاير بيه خطية. شباب جاي تشوفون هذا الثلج اللي بالقاع هناك، هذا يلموه كليته ويتلتلوه بهذا المكان. بعد ما يخلوه بهذا المكان تجي آليات كبيرة يشيلوه وياخذوه بمكان مكاب مال ثلج. هاي منطقة العاصمة مال هلسنكي. حبايبي مثل ما جاي تشوفون وسائل النقل في فنلندا متعددة وهواية همين. يستخدمون الترام، المترو، الباصات، القطارات، الطيارات، حتى شنو يوفرون على المواطن ويقللون من الازدحامات، وكذلك يحافظون على البيئة. هسه متوجهين للمترو حتى نتوجه لباب الشرقي شباب. خلينا نشوف شنو الوضعية هناك ايش عندهم. هسه نزلنا طابقين جو القاع. Itäkeskus. This train continues to Vuosaari. The next train to Mellunmäki will leave from the same platform in a moment. Itä-Helsinki pakkasta -6. Hengitti höyryy. هاي الدونات شلون شهية، بما انه انا صايم اصور فيديو وباوع عليه بس. الان وصلت لإيتاكسكوس شباب بالمترو، وهسه انا بالمول حاليا. خل اشوفكم المحلات اللي بداخله، بعدين نتوجه الى باب الشرقي. هنا كل شيء تلقاه، اللحوم، الاسماك بهاي المنطقة كليتها. وانا حاليا المحل يبيع لحوم. طبعا مثل ما قاعد تشوفون اول شغلة اللي هو شنو حلال. خل اشوفكم انواع اللحوم الموجودة. وهذاك سكشن الدجاج وما دجاج. هذا المكان اللي بالمول راح تكون مثل الأكشاك الصغيرة أو مطاعم صغيرة يبيعون كل شيء بيها. هذا سجق ما سجق، أعتقد هذا المكان تركي. هاي معجنات ما معجنات، كيك، كله موجود بهذا المكان. هذا محل مال ورد. طبعا هذا المكان راح تلقون كل شيء بيه، من ملابس رخيصة، لحم رخيص، أسواق رخيصة. وأنا هسه متوجه إلى باب الشرقي من هذا الطريق. هالمنطقة الإضاءة مالتها كلش حلوة. بوقت الفطور شباب
المكان راح ينقلب قلب، راح يصير ازدحام خاصة بباب الشرج. يعني يحبون هذا الأكل، مو طبيعي، أكل حلال وكلها تتواجد بهذاك المكان. واكو مكان بهذا المول كلش يعجبني أصور به مقطع سينمائي بسبب الإضاءة اللي يستخدموها بهذا المكان. خلينا نروح نشيك نشوفه موجود أو لا. هذا هو المكان الحلو اللي قلت لكم عليه أحب أصور به فيديو. طبعا هذا المكان ما يحسسك كأنما بمول، لأنما هيك بضيعة بمكان بالطبيعة. وخاصة النيون لايت كلش حلو. هالمجلات مال بروسلي ما أعرف منو والله كلهم يتشابهون. لو مو صايم كان ناخذكم جوا ونقعد على الميز ونسوي لنا لقطة سينمائية كلش حلوة، بس شو تسوي؟ ايه حبايب قلبي، هسه اني وصلت لهذا المول، شوفتكم بعض الاماكن من هذا المول، موجود كل شيء بهذا المكان اللي تحتاجه من ناحية الملابس، اكل، شرب، يعني حاله حال اي مول بالعالم. بس اللي يميز هذا المكان انه يجمع كل ثقافات العالم. اعتقد تسوي لك شعر بنات، ايه ما شعر بنات، تسوي لك هذا الشكل، تختار من هنا لحد ما يطلع لك الشكل النهائي بهاي الماكينة. فأكيد طريقة الدفع من هذا المكان هي مشتغلة هناك، هذا جاي يفتح بصورة سريعة، وبعد هذا هنا يصمم لك الشكل هذا الآلي، بعدين يطلع لك من هذا الباب. مال الألعاب شباب، شوفوا تابلتات على الحائط معلقيهن، تروح تدفع بنفسك وبعدين تدخل بهذا المكان اللي جوا من هناك. أعتقد المنطقة ظلمة وراح تكون أضوية ما أضوية وهيج تفاصيل، فمكان يستحق التجربة في اليوم. بس راح اطلع من المول واتوجه لباب الشرجي، خلينا نشوف الوضعيه هناك شنو هي. يلا شباب، اليوم انا مطلعكم وصايم وتعبان، خلونا لايك شي، تعبت والله. بس خلنا نعبر الشارع ونكون وصلنا باب الشرجي شباب. بدي اخلي الكاميرا هيك حتى يوقفوني، لا شاقة هم يوقفون بدون كاميرا. وصلناها البوهوس. الوالدة دائما تسألني تقول لي يا بنت ما عندكم أكل، ما عندكم هيك سوالف؟ والله عندنا أكل وعندنا هيك سوالف وكل شيء موجود. تعالوا خل أشوفكم ايش عندنا هنا. أول شيء بداية هاي المطاعم اللي فوق كلها عربية كردية، كل ركن بمطعم وكل شيء بنفسك تاكل، من الكباب للقوزي وغير هاي التفاصيل الموجودة يمكن بالعراق. همير كباب لا مو كباب، ترى مو بس صور، ترى اكو مطعم فوق. المنطقة حاليا هادئة بما انه هو رمضان، فيعني الهدوء يعم هنا حاليا. بعد الفطور شوفوا صار مثل الفلكة بس ابو الطابقين، كل شيء تلقون به من اماكن حلال، لحم، دجاج، دشاعديش، هذه السوالف مال النسوان، كل شيء موجود. اسواق اللي ببالك ما تلقي راح تلقيه بهذا المكان. ديوان بغداد، زهير هنا وأولاده في هذا المكان، المحل مال زهير الفنان العراقي القدير، وهذول أولاده هنا يشتغلون بهذا المكان. حلويات ديوان بغداد، فيه بوهوس، إيتا كسكس، وهنا أنا موجود الصمون العراقي مثل ما جاي تشوفون الولد جاي يصفطه، والخبز جوا هناك، واكو حلويات ثانية هنا بهذا المكان. حتى كليتش راح تلقى بهذا المكان ومتمر. هنا صور من الذكريات، من يتذكر هاي المسلسلات شباب؟ اللي يتذكرهن خلي يكتب لنا بالتعليقات. خلينا نطب لهذا السوريانا ونشوف شو عنده من شغلات جوا. بس احنا بسوريانا، تعالوا خليني اشوفكم شو يبيعون غراض. هذا الحب بكل انواعه موجود بهذا المكان. هاي ماعين ماعين، هذا لوز سوري، حلبي، كازو او الجازو، كاجو، شو تسموه سموه، كله موجود هنا. وهذا الزبيب وما زبيب، حامض حلو، يعني مكان منوع، كل شيء تلقى بيه للبيت، اللي تحتاجه ببيتك راح تلقاه بهذا المكان. شوف هاي المصلاية الإلكترونية، أعتقد للأطفال يعلموهم ايش قد حلو. وهاي السيوطة مع الجدورة ما شاء الله، وأكيد موجود جدر الضغط. وهنا هاي الحلويات، الحلقوم وربعة وشوكوليت وما شوكوليت، كل شيء موجود بهذا المكان. هاي الزلابية، البقلاوة، كلها موجودة بهذا المكان. بأوقات رمضان العالم يجون يأخذون هاي الحلويات من هنا.
بس العالم بدها تتوافد قبل موعد الإفطار. من أمام باب الشرج الفنلندية راح أنهي هذا الفيديو بابتسامة وياكم حبايبي، وإن شاء الله عجبكم، وأتمنى تسوون سبسكرايب لايك للفيديو وشير ويا حبايبكم. بدعمكم راح أصير، فأكيد أنتم راح تساعدوني هواية. شكرا أحباء قلبي.